إلى كل شخص تابع مسلسل وعد محاماة. في شخصية واحدة وجعها كان أكبر من الكل، شخصية شالت فوق طاقتها بكتير، شخصية اتكسرت قدام عيوننا كلنا وملقتش حد يقف جنبها يواسيها، برغم إن الشخصية دي هي نفسها الشخصية اللي كانت بتقف جنب الكل. حسام الحسيني. غير لما الأميرة جات نويت أجيب جمهور والماس وأقول يا عشق في وسط الناس وأقضي حبسنا أبنى الماء أعيش وجع وحبيبي يرتاح طيب في بحرك عيني في مدى رصيد في دنيا سدح مدى عيني في عينيها ولد وتاه بكلم نفسي سكلم معاها دي بنت راجل بيك. طيب، حسام مش بس خسر شركة وفلوس، هو خسر حياته كلها مرة واحدة. خسر الحب لأن البنت اللي حبها ماتت، والبنت اللي حبته مقدرش يحبها، والبنت اللي حبها اختارت غيره. قلبه اتكسر أكتر من مرة وكل مرة كانت أوجع من اللي قبلها. وخسر أهله لأن أول بنت في حياته اللي هي كانت المفروض تحبه والمفروض تكون مصدر أمان ليه، هي أكتر إنسانة كانت بتقوله إن هو قد إيه وحش وقد إيه ما يتحبش. حتى أخته سابته لأنه معهوش فلوس وكان حبها ليه مجرد حب مشهور. وأبوه اتهمه إنه سبب موت أمه، وأمه هي نفسها برضه اللي كانت قاسية عليه طول عمره. ولما أخيرا اعتذرت له وحنت عليه وعرف يعني إيه حنان ويعني إيه فعلا إن الشخص يكون عنده أم، ماتت بين إيديه. وهو لحد اللحظة دي مش مصدق إنها ماتت، متمسك بفكرة إنها عايشة لأنها كانت آخر أمل عنده. وخسر الأمان لأن كان في شخص مجهول بيهدد أبوه وأمه ويجبر أبوه يقتل حسام. هو لما الأب رفض الأم اتقتلت، وحسام بقى مهدد بالموت بدون ذنب وبدون سبب وبدون حماية. وخسر نفسه، كل كلمة جارحة سمعها من أمه كانت بتثبت له قد إيه هو حقيقي وحش. خسر ثقته بنفسه، ورغم إن هو يمكن كل البنات حاليا حباه ومعجبة بيه، لكن يفيد بإيه وأول إنسانة في حياته ما حبتهوش؟ كل خذلان من أهله، كل حب ضاع، كل صديق خانه، خلاه يعيش انهيار محدش عايشه ومستحيل حد يفهمه أو يحس بيه إلا اللي حقيقي عايش كل ده. لؤي موجوع، ليليان، مصطفى، تمام، كل دول موجوعين، بس وجع حسام كان أعمق وأكبر وأقسى، لأنه شاف حاجات محدش يستحملها، لأنه خسر الحب والأم والأخت والأب والصديق، الفلوس والبيت والأمان، وقبل كل ده خسر نفسه. وفضل معاه قلبه، وفي الآخر مبقاش في حاجة معاه غير قلب مكسور وشوية أمراض نفسية بتخلي أي حد يدخل حياته يكرهه ويشوفه إن هو شخص وحش وشخص زبالة وكلام كتير غير ده. وكل ده الجزء اللي باين لنا بس من حياة حسام. حسام لحد دلوقتي هو عاش 23 سنة، بالظبط 26 سنة و10 شهور. الله أعلم هو موهب ايه تاني في ال26 سنة دول، احنا ما نعرفوش، احنا ما شفناش إلا حاجات بسيطة. حسام هو أكتر شخصية مظلومة وشافت كتير، مش هقول في المسلسل بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ هم بتكونوا بألف خير. فيديو النهاردة عبارة عن ليه حسام محبوب، أو ليه في ناس فعلا بتحب حسام، وليه اللي بيحب حسام أكتر من اللي بيحب لؤي، وليه فجأة الناس اتقسمت نصين، نص الحسام ونص لؤي، مع ان الوضع ما كانش كده تماما في بداية وعد محاماة. عن الصحبة الطويلة دي، بصراحة ما اعرفش كان ايه عذري، ما عنديش عذر تقريبا، لكن يعني فداية اهم حاجة ان انا برجع تاني وما اسحبش كتير قوي يعني، ففداية شوية دول. طبعا احب اشكر الفنانة نور على الكومنت التحفة ده، واحب اقول ان هي اتشهرت جدا لدرجة ان الكومنت ما شاء الله طلع في الفيديو. المهم، طيب خلينا بقى نتكلم بجد شويتين، 3 4 5 6 كده. انا ما ينفعش اتكلم بجد في حياتي والله، بس بجد ليه حسام محبوب، او ليه حقيقي حسام في ناس كتير جدا بتحبه؟ يعني حسام يمكن ما يستاهلش الحب ده كله،
يعني من ناحية الفلوس يمكن في أغلى منه، إيه اللي أنا باقوله أنا باعُك، يمكن في أغنى منه، يمكن في أحلى منه بالشكل، يعني ماشي هو يمكن شخص حنين بس أكيد في الأحن منه. الحقيقة إن حُبّنا لحسام هو مش مجرد شفقة، اللي خلّى حسام مميز حقيقي بعيدًا عن روحه، بعيدًا عن إن هو حقيقي يتحب، إن هو موهِب حاجات كتير جدًا، موهِب حاجات لو شخص عجوز كان واعي بيها ما أظنش إن هو كان هيستحملها، ورغم كل ده هو لسه نفسه حسام بقلب الطفل اللي بريء. حبايب قلبي اللي في الجروب، يعني أنا عارفة إن كلمة بريء دي غريبة عليكم شوية، يعني حسام وبريء إزاي صدقوني أنا نفسي ما أعرفش، بس يعني هو فعليًا حسام بريء، حسام وصل لمرحلة من البراءة إن هو فعلًا بيتعامل مع الناس ببراءة وسذاجة طفل، هو مش متوقع منهم الأذى والغدر تمامًا، برغم إن هو كذلك أكتر إنسان بيشك في كل اللي حواليه، وده مش لإنه شكاك، ده لإن أهله اللي المفروض يكونوا مصدر أمان وثقة ليه هم أكتر ناس كدبوا عليه، وأكتر ناس اتهموه، وأكتر ناس هو شاف منهم الكدب والخداع، فإزاي أهله اللي المفروض هم أول ناس في حياته، أول ناس المفروض يعرفوه يعني إيه أمان، هم أصلًا كانوا سبب قلة ثقته في نفسه. طب إزاي المفروض يثق في الناس لو هو مش واثق في نفسه، وأهله نفسهم مش واثقين فيه؟ كلمة باحبك اتقالت له كتير من ملايين البنات، لكن هتفيد بإيه وأهله اللي هو رغم كل ده بيحبهم قالوا له في وشه إن هو أسوأ شخص خلقه ربنا وكلام كتير غير ده، فيفيد بإيه؟ في أصعب لحظات حياته يعني عامةً الإنسان في أصعب لحظات حياته ماشي بيكون الناس ضده، بس على الأقل بيكون في حد واحد معاه، أو على الأقل حد هو مش شرط يكون معاه بالطريقة اللي هو نفسه فيها، بس في حد عارف إن هو موجوع، في حد فاهمه، ولو مش فاهمه فهو في حد، يعني في حد المهم. لكن حسام كان فجأة بيلاقي الكل ضده، حسام لما حياته كانت بتتعدل ثانية كانت بتتقلب خراب سنين، هو بيتعاقب على حاجة هو نفسه مش السبب فيها. فحبنا لحسام زي ما قلت مش شفقة، لكن اللي يموهب كل ده ويفضل طفل بريء بيحب الحياة، يفضل بيحارب وبيحاول، يفضل أنجح مهندس ويفضل بيعافر علشان يوصل للقب أحسن مهندس في العالم، رغم إن هو حاليا حاصل على لقب أحسن مهندس في الشرق الأوسط. فكل دي حاجات صعب إن أي حد يعملها، وغير كده فقد الشيء يعطيه بقوة، تمام أنا معاكم في الجملة دي وبشدة كمان، لكن مش لدرجة إن حسام ما يكونش يعرف يعني إيه أمان وهو مصدر الأمان للكل. بعد كل اللي مر بيه المفروض على الأقل لو مش هيأذي هيكون لوحده، لكن رغم كده هو كذلك أكتر إنسان اجتماعي. فحسام ميكس غريب بين شخصيات كتير وحاجات كتير، يمكن هو شخصية مش مفهومة لكن هو شخصية محبوبة، موهب حاجات كتير، رغم ذلك هو لسه قوي، لسه بيحاول، لسه بيعافر، بيقع بيضعف كتير لكن ما بيستسلمش، وده حاجة بتميزه عن باقي الأبطال. لؤي مواهب حاجات كتير ويمكن تكون أصعب من حسام أو مش قوي يعني بصراحة. المهم بس لؤي اتغير، لؤي استسلم للدنيا، لؤي بقى شخص قاسي ومرهوب، مش مع الكل بس طبعه اتغير. لؤي لو شفناه مستحيل نقول عليه ان هو طفل او ببراءة الطفل، لكن حسام حتى ملامحه نفسها بيكون فيها براءة. صوصي بدأ يطلع عن الجدية شوية، لا جودي لمي نفسك شوية جودي. طيب ميا كمان مرت بحاجات كتير صعبة وشافت مامتها واختها قدام عينيها وهما بيتقتلوا، وغير كده باباها اتعدم وحاجات كتير كده حصلت في الاخر طلع ما اتعدمش، بس مش موضوعنا يعني من القصة الغريبة اللي انا اصلا نسيتها دي. المهم بس حتى ميا اتغيرت، ميا ما بقتش نفسها ميا الطفلة البريئة، ميا ما بتقفش جنب حد. اوكي يعني تمام خلينا متفقين ان هي ماشي محامية وكل حاجة، فبالتالي هي اكيد بتساعد الناس، لكن هي مش ميا بتاعت زمان. لكن حسام اللي هيشوفه هو طفل واللي هيشوفه هو دلوقتي هيقول ان اللي اتغير فيه هو شكله بس، او يعني بان عليه الكبر، لكن هو نفس حسام بنفس تصرفاته بنفس كل حاجة، ودي حاجة صعبة اي حد يعملها. غير كده حسام شخصيته مش بيصطنع فيها، هو مش بيصطنع عشان يعجب حد، مش بيداهي شخصيته الحقيقية المرحة أو أيا كان علشان يعجب حد، لأ هو طبيعي زي ما هو 100%، مش محتاج حتى إن هو يغير.
ولو محدش تقبله بده او محدش حبه بده، يعني اذا الحد ده ما كانش غالي عليه فحسام هيقول طز مش مهم، مش هيفرق معاه، هو مش هيغير نفسه عشان حد، هيفضل نفسه حسام بنفس طريقته بنفس اسلوبه بنفس صوته بنفس ستايله بنفس كل حاجة. بس يعني يمكن هو غلط كتير واولهم غلط لما حب الانسان اللي اسمها مية دي، لكن خلينا متفقين ان هو هيفضل في عينينا احنا كمحبين حسام، ومحدش هيفهم كل اللي انا قلته ده غيرنا احنا، هنفضل بنحبه. لكن ده برضه كذلك مش هينكر ان انا بدأت اتقبل لؤي في اخر فترة، لانه بصراحة حاسة ان هو اتغير حقيقي، يعني ربنا هداه كده، ربنا هداه. يعني يعني يمكن لؤي يطلع طيب، يمكن نكتشف اسرار ما كناش نعرفها، الله اعلم. بس ده كان فيديو النهارده، لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبس كده اشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.